بعد كده بننتقل لسجن في النول فويد، وبيكون في شخص في الحبس الانفرادي، ولما بيرجع بيتكلم مع زميله، وبنعرف ان كيفن موجود في السجن ده. بعد كده بين وجوين بيقعدوا يتخانقوا، وجوين بتحاول تدافع عن كيفن وان هو عمل كده عشان ينقذهم، ولكن بين بيكون عنده رأي تاني وانه شايف كيفن بقى مجرد وحش. بعد كده بيزور واحد في المستشفى، وبيكون كيفن مكسر عظمه عشان استلف منه فلوس وما رجعهاش. بعد كده بنشوف كيفن وهو بيكسر في الحجاره، وبيكون السجين ده عايز يعمل معاه مشكله، وكيفن مش بيكون فارق معاه. بعد كده بيرزعوا كف بيطيروا في الحيطه، ولما الحراس بيمسكوه السجين التاني بيجي وبيدافع عنه، وبيكون اسمه كوينز، وبيحاول يتكلم معاه، وبيقول لسجين تاني انه حاسس انه عارفه. بعد كده بنشوف بين وجوين بيفتشوا في حاجه كيفن، وبين بيلاقي رمز على الارض وبيكون عارف ايه هو. بعد كده كوينز بيفتكره عشان كيفن كان موجود في السجن وهو صغير، فكيفن بيقول ان هو جه هنا قاصد. بعد كده بين وجوين بيوصلوا للسجن، وبيحذروا مأمور السجن ان في سجين هنا عايز يقتله، ولكن المأمور بيكون عايزهم يمشوا من هنا بسرعه، بس مش بيقدروا يرجعوا بنفس الطريقه، عشان كده هيضطروا يستنوا يوم كمان. وواضح كده ان المأمور مخبي حاجه. بعد كده بنشوف ماضي كيفن، وانه كان بيتخانق وبيتعصب كتير في السجن لحد ما بيقابل كوارل، وانه علمه ازاي يتحكم في غضبه، لحد ما كيفن فعلا قدر يرجع لشكله، وعلمه كمان ازاي يمتص الماده ويحوط بيها جسمه. ولكن كان في حد بيكره كوارل، واللي هو مورك مأمور السجن حاليا. بعد كده كوارل بيعرف كيفن طريقه للهروب من السجن، وبياخدوا النفق تحت الارض، وبطريقه ما كوارل بيعمل شغف في السجن وبيهرب هو وكيفن، ولكن مورك بيكون موجود في النفق، فبيتخانق هو وكوارل، وبيقول لكيفن يهرب من المكان. وفي الاخر مورك بيقتل كوارل، وكيفن بيكون عايز ينتقم من مورك، وكوينس بيعرفوا كل حاجه عنه. بعد كده الحراس بيوصلوا بين وجوين لغرفتهم، وبيقفلوا عليهم الباب، فبين بيتحول لجوب وبيخرج جوين من الغرفه، وبيروحوا يدوروا على كيفن، وفعلا بيوصلوا للنفق اللي تحت الارض، ولكن المأمور بيقابلهم وبيكون عايز يخلص منهم، فبين بيتحول لهيومانجا سور وبيقعد يواجههم، وجوين برضو بتقدر تهزمهم. وفجاه بين بيشم بودره زرقاء وبيبتدي يهلوس، وبيشوف جوين على انها وحش، وبيكون عايز يدمرها، بس جوين بترزعه قلم بتفوقه. بعد كده بيعرفوا خطط مورج كلها، وفجاه كيفن بيقابل مورج، فمورج بيخلي الطوق اللي السجناء لابسينه يكهربهم، بس بين بيظهر وبيتحول لايكو ايكو وبيفجر الاطواق، وكيفن بيكون هيقتل مورج، فبين بيتحول لارمادريل وبيقعد يواجه فيه. بعد كده النفق بيقع عليهم وبين بيلحق يهرب. بعد كده مورج بيقابل كيفن تاني، وكيفن بيرميه جوه الاسانسير وبيوقعه عشان يموت، ولكن جوين بتنقذه في اخر لحظه، وبين وجوين بيقبضوا عليه. بعد كده السجناء كلهم بيهربوا من السجن، ولكن بين بيقول ان هم لسه في النول فويد فمش فارقه كتير، وبيقول لجوين ان هم لازم ياخدوا على كيفن.